السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. واليوم غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي مهم بزاف، اللي هو علاش بلادنا كنسميوها المغرب ولكن بالفرنسية ماروك والإنجليزية موروكو. هاد القضية ماشي غير حروف وكلمات، عندها قصة طويلة وأصل غارق في التاريخ. بقاو معايا باش نكتشفوا الحقيقة الكاملة. في اللغة العربية المغرب جا من كلمة الغرب، يعني آخر نقطة في الغرب من العالم العربي والإسلامي. كانوا العرب كيشوفوا المغرب كالنقطة الأخيرة اللي كتغيب فيها الشمس، فكان طبيعي يسميوها بآخر مكان كتشرق عليه الشمس في الأندلس. ولكن في العالم بزاف ديال الناس كيعيطوا لبلادنا ماروك بالفرنسية أو موروكو بالإنجليزية. هنا القصة كتولي مثيرة. الاسم ديالنا في اللغة الأوروبية جا من مدينة مراكش اللي كانت في واحد الوقت العاصمة وأشهر مدينة في المغرب. مراكش أصلا كلمة أمازيغية معناها أرض الله أو بلاد الله. الأوروبيين خصوصا التجار اللي كانوا كيجيو لمراكش بداو يسميو المغرب كامل باسم مراكش، ومن هنا جات كلمة مروكو أو لا ماروك. شحال من واحد غادي يسول علاش بالضبط مراكش؟ في ذاك الوقت مراكش كان القلب النابض ديال المغرب، مركز التجارة السلطة والثقافة. التجار اللي كانوا كيدخلوا من اوروبا كانوا كيتعاملوا مباشره مع مراكش، وهي المدينه اللي خلات فيهم اثر كبير، فربطوا المغرب كامل باسمها. بحال شي مغني اللي كيتشهر بشي اغنيه وحده وكيتعرف بها، فنفس القصه وقعت لبلادنا. ولا فكرتي فيها مزيان، المغرب ربح واحد الاعتراف عالمي بهذا الاسم، وكل اسم كيعكس واحد العلاقه في التاريخ. العرب شافوه كاقصى الغرب، والاوروبيين شافوه من بوابه مراكش. هادشي خلى المغرب واحد البلاصه اللي كتحمل بزاف ديال المعاني، حضاره وثقافه منفتحه على الشرق والغرب. في المجمل كل اسم كيحمل معاه حكايه وتاريخ، وبلادنا اللي بين الشرق والغرب بقات حاضره في تفكير كل شعوب العالم بطريقتها الخاصه. المهم اللي كيهمنا نعرفوا كيفاش العالم كيشوفنا وكيقدر حضارتنا وتاريخنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو مع اصحابكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.